الفيلم اللي بيتعرض قدامكم دوت اسمه ذا هورس ان موشن. ده بقى يبقى اول فيلم سينمائي من حيث بدء الصناعه دي، وده حصل عن طريق دمج الصور علشان تشوفها لاول مره وكانها بتتحرك بشكل مختلف. اتعرض فيلم ذا هورس ان موشن الامريكي في 1878. فيلم ولا مسلسل؟ فيلم. وده لما المصور البريطاني ادوارد موبريدج استخدم اكتر من كاميرا تصوير وجمع كل الصور دي علشان تحصل المفاجأة. ادوارد بيشوف قدام عينه صور كتير بتتحرك حركة متتالية ومختلفة، وده خلاه يفهم شيء جديد. الفيلم كان من 12 صورة لراجل بيركب على حصان، كل صورة منهم كانت بشكل مختلف. ولما عرض الصور ديت بشكل متتالي ورا بعض ظهر أول فيلم سينمائي في العالم. ولما حصل والفيلم اتعرض في ولاية كاليفورنيا الناس اتجننت. أنا عايزك تركز معايا، الوقت اللي حصل فيه الكلام ده لا كان فيه يوتيوب ولا كان فيه فيسبوك ولا انستجرام ولا اي كلام من ده، كان حدث عالمي وقتها، هو ده كان الترند الحقيقي وقتها. الفيلم نجح نجاح مش طبيعي من وجهة نظر الناس، بس من وجهة نظر ادوارد هو كان شايف ان الفيديو ما كانش واضح كفاية، بس رغم الاحباط اللي هو كان ملبس نفسه فيه الا انه كمل في محاولته. ما راحش نزل كام بوست وقال لك انا هبطل ومحمد سامي بقى ومي عمر والدنيا كانت خربانه، لا ما كانش فيه الكلام ده صراحه. وعلشان فيما بعد يطلق عليه بانه الاب الروحي للسينما مش للتراب. بعدها بحبه كده بنروح ل100 سنه او 120 سنه قدام، بنشوف فيلم كندي بيتم انتاجه سنه 2015 للمخرج كايل رايداوت، والفيلم كان بيتكلم عن السيره الذاتيه الكامله لادوارد موبريدج. يا ريت لو وصلت لحد هنا ما تنساش اخواتنا في غزه هم محتاجين دعواتنا كتير، وتعمل متابعه علشان تتابع مني كل جديد.